السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة عندنا فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تنزل تدوس سبسكرايب للقناة، تفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني الفيديوهات أول بأول إن شاء الله، وتدوس لايك على الفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش تدوس ديسلايك، بس دلوقتي دوس لايك لحد ما تشوف آخر الفيديو. يلا بينا. بتاعنا النهاردة بيتكلم عن فئة الاس من فئة الاي من سامسونج. سامسونج من السنة اللي فاتت زي ما كلنا عارفين حلفت 100 يمين وعظيم ان مفيش حد هياخد حاجة من السوق غيرها، واستغلت انها برضو شركة ليها انتشار وشركة ليها اسم، ونزلت في السوق بفئة الاي من اول الاي 10 لحد الاي 80، وطبعا حققت مبيعات في فئات كتير زي او في موديلات منهم كتير زي الاي 10 والاي 20 والاي 30 ولحد ال 70 كان بيبيع كويس جدا. يمكن ال 80 هو اللي ما حالفهاش الحظ والنجاح فيه. وفي اقل من سنه سامسونج اتعلمت من الاخطاء اللي واجهتها في فئه الاي، يمكن ما عداش سنه وهوب راحت لسعانه بفئه الاس. بدات دلوقتي باول حاجه الاي 10 اس اللي هو جاي يصلح عيوب الاي 10 من وجهه نظري. يعني هي كل فئه هتصلح عيوب الموديل اللي فات منها. يعني الاي 10 اس هو بيصلح عيوب او النواقص اللي كانت في الاي 10، والاي 20 اس برضو هيبقى الموضوع ماشي كده. الاي 10 اس اتطرح في السوق المصري بقاله يومين تقريبا، وسعر الجهاز حوالي 2380 جنيه، وده السعر اللي كان نازل بيه الاي 10 فيما سبق. خلونا نتكلم بس عن الجهاز. انا مش هتكلم عن الجهاز كمجمل، ولكن هتكلم عن الفروقات اللي شفتها في الجهاز عن اخوه اللي سبقه اللي هو الاي 10. ولو عاوز تشوف مراجعه الاي 10 تقدر تشوفها من الاي اللي هتظهر عندك فوق دلوقتي، هتعرف منها ايه اللي كان موجود في الاي 10، ودلوقتي هقول لك ايه الزيادات وايه القوه اللي انا وجدتها في الجهاز. الشاشه هنا بتيجي بحجم 6.2 بوصه، بكثافه بكسلات 271 بكسل في البوصه الواحده، بنوع اي بي اس ال سي دي. الشاشه نفس الشاشه اللي كانت في الاي 10، ولكن هنا ما تعرفش بسبب المعالج اللي موجود، لان المعالج اختلف. تحس ان الشاشه فيها برايتنس اعلى او الوان الشاشه افضل. ده مش عارف سببه، رغم ان كل حاجه على الورق هي، ولكن لما تبص هنا لالوان الشاشه هتحس ان الشاشه نفسها افضل واحسن من الشاشه اللي كانت قبل كده في الاي 10. وطبعا ابعاد الجهاز 19 ل 9، وبيو نوتش جاي زي اللي فات بالظبط، زي الاي 10 بالظبط، مفيش اي اختلاف. والخامات هنا بلاستيك، ولكن تحس ان الخامات هنا محميه اكتر، نوع البلاستيك افضل وانضف. تحس ان الخرابيش، يعني انا قلت في مراجعه الاي 10 ان الجهاز كان بيتخربش بسهوله جدا، او يعني تمسك الجهاز كده تحس هيتخربش منك لو عديت من جنبه، لكن ده تحسه ماسك نفسه شويه، يعني مش هيضايقك في ان هو يتخربش بسرعه وكده. والحقيقه بقاله كام يوم معايا لا شغال تمام، ما تخربش، ما حصلوش خرابيش. اما عن الجهاز فبيجي باندرويد 9 زي اخوه اللي سبقه من العلبه، بيجي باندرويد 9 وهيتحدث لاندرويد 10. الجهاز اللي قبل كده الاي 10 كان بمعالج اكسينوس 7882، وده كان بمعماريه 14 نانو متر. اما الجهاز بتاعنا النهارده فهو بمعالج ميديا تك بي 22 بمعماريه 12 نانو متر. والحقيقه عشان اكون صريح المعالج فارق جدا جدا في الجهاز، يعني معالج البي 22 افضل من معالج الاكسينوس بشويه يعني في الحقيقه. فهتحس بفرق كويس قوي في البرفورمانس وفي الالوان وفي كل حاجه وانت بتستخدم الجهاز. فالمعالج فارق جدا هنا في استخدام الجهاز، ما عندكش مشكله، يعني هتلاقي المعالج مريحك او مساعدك انك تستخدم الجهاز في راحه كده مع استخدام هذا المعالج، افضل من اللاج البسيط او النتشه الخفيفه اللي كنت بتاخدها في المعالج الاكسينوس في الاي 10. لا، هنا في الاي 10 اس مع المعالج الميديا تك هتاخد اداء افضل شويتين. اما معالج الرسوميات هنا فهو باور في ار جي اي 8320، والمعالج اللي كان بيجي في الاي 10 هو مالي جي 71. معالج الرسوميات هنا هيديك اداء كويس جدا في الجرافيك في استخدام الجهاز، مش هتتضايق منه، ويمكن هو افضل سنه من الاي 10. حتى في الالعاب هتلاقي ان نسبه اللاج هنا ضعيفه جدا، يعني نسبه اللاج هنا وانت بتلعب بابجي او بتلعب لعبه تقيله هتلاقي المعالج شغال معاك، مستجيب معاك، بيديك اداء كويس مش مضايقك، بتقدر تتحرك بسهوله. الجرافيك شغال كويس على الميديوم او على اللو، هيبقى شغال معاك كويس، ما فيهوش اي مشكله. وفي الفئه السعريه دي انت ما تستناش نشغل جرافيك هاي مع الفئه السعريه دي، عشان اكون صريح الفئه السعريه دي المطلوب ان هي تديك اداء كويس
وتديك اداء مريح ليك في الجيمز وانت بتلعب الالعاب بتاعتك. فهنا برضو في اداء الالعاب الباور في ار هيخدمك اكتر وهيديك شغل كويس هتتبسط منه. اما بالنسبه للرامات والذاكره، الجهاز هنا زي اللي كان قبليه بالظبط، 32 جيجا مع 2 جيجا رام، ولكن في هذا السعر 32 جيجا مع 2 جيجا رام بصراحه يعني تقريبا 2400 جنيه، لا انا شايف ان هو لا، يعني كان المفروض يبقى 3 جيجا رام 32 بصراحه، يا اما كان يبقى اقل من كده. فمش مبسوط من الموضوع ده. وهو في مدخل كارت، ولكن هنا مدخل الكارت بيكون لحد 512 مدخل خاص مستقل، ولكن انا دي شايفها نقطه ضعف في الجهاز، ان هو يبقى 32 و2 جيجا رام. يعني الرامه دي ما كانتش هتفرق، وخصوصا يعني ان السعر مش قليل، السعر 2400 جنيه تقريبا، وده في اوبشنز انك تجيب حاجه 332. حتى الاي 20 نفسه اللي هو من سامسونج 332 وبسعر من قريب من ده جدا يعني. بالنسبة لكاميرات الجهاز، زاد هنا في ال A10s كاميرا تانية 2 ميجا بكسل لتظبيط أبعاد العزل، وتبقى الكاميرا 13 ميجا بكسل اللي كانت موجودة في الجهاز قبل كده هي موجودة. والصور هنا مش أحسن حاجة، ولكن هتلاقيها أفضل من اللي كانت في ال A10 العادي. والكاميرا الاماميه كاميرا السيلفي كانت في الاي 10 العادي 5 ميجا بكسل، هنا بقت 8 ميجا بكسل، برضه هتديك صور كويسه ولكن التفاصيل مش قوي يعني بصراحه لا، مش هي افضل كاميرا في الفئه السعريه دي، ولكن برضه هيظل الجهاز فيه مميزات في حتت تانية. ولكن الكاميرا هنا لو انت من هواة الكاميرا والكاميرا بالنسبه لك نمره واحد، هتقدر تلجأ لاختيار تاني من سامسونج، هتروح للاي 20 العادي مش الاس، وسعره قريب من السعر ده، فهيكون هو الافضل لو انت من هواة الكاميرا. لكن لو الكاميرا مش من الاولويات قوي عندك او مش من الحاجات القويه قوي عندك، الجهاز هيكون في الفئه السعريه دي كويس. لو اتكلمنا بقى عن الصور اللي ملتقطه بالجهاز، زي ما حضراتكم شايفين في اضاءه النهار الصور ممتازه وواضحه ومفيش اي مشكله، وعاده في كل الاجهزه في اضاءه النهار بتدي صور كويسه قوي. وبرده في الاضاءه الداخليه لاضاءه المنزل او اضاءه الغرفه، الجهاز هيديك صور كويسه ومقبوله. المشكله هتبقى بالليل او في الاضاءه الضعيفه، الجهاز مش هيديك تفاصيل قوي وهيديك شويه نويز، ولكن ستظل الكاميرا كويسه ومقبوله، ولكن مش الاحسن في هذه الفئه السعريه اللي هي فئه 2400 جنيه. فيعني في النهايه كمجمل الجهاز كويس ككاميرا، ولكن مش الافضل في فئته السعريه، وانت برضو تقدر تحكم من خلال الصور المعروضه قدام حضرتك. لو اتكلمنا عن صوتيات الجهاز، صوت رنات الجهاز محترم جدا، صوت السماعات بتاعت الجهاز كويس، السبيكر اللاود سبيكر، السماعه الهيدسيت لما بتركبها، وخصوصا انه بيستمتع طبعا بمدخل 3.5، فالسماعه عندك تبقى سامع منها كويس. الصوتيات في سامسونج بصراحه ما بيبقاش عليها تعليق قوي، فهنا صوتيات الجهاز كصوت مكالمات اتصال او سبيكر او سماعه او مزيكا هتبقى معاك شغاله زي الفل، ما عندكش اي مشكله. الجهاز صوته واضح ونقي ومجسم، رغم ان هو طبعا اكيد مش 3 دي او دولبي اتموس، ولكن الصوت هيبقى كويس معاك جدا، مش هتلاقي مشكله ومش هتواجه اي مشكله في صوتيات الجهاز، يمكن افضل كمان من اللي كان في الاي 10. لو اتكلمنا بقى عن وسائل الحمايه في الجهاز، فاضيفت هنا بصمه الصباع. البصمه الحقيقه انا مش عارف ايه مشكله سامسونج مع البصمه، ولكن البصمه فيها حاجه بسيطه جدا، البصمه بتستجيب معاك، ما بتلخبطش، يعني البصمه بتقرا معاك، ما عندكش مشكله في قرايه البصمه، ولكن مشكلتك انك بعد ما تلمس البصمه بكسر من الثانيه الجهاز بيبتدي يفتح. فالجهاز دي اعتقد هتتحل بتحديث، وخصوصا الجهاز لسه نازل، يعني ممكن اسبوع اسبوعين او اقل كمان تلاقي جاي لك تحديث حل الازمه دي. اما وسيله الحمايه الثانيه في الجهاز وهي الفيس ريكوجنيشن او بصمه الوش او قارئ الوش، هنا عادي جدا هيقرا معاك في الاضاءه الكويسه، هيقرا كويس قوي، في اضاءه النهار هيقرا كويس قوي، ما عندكش اي مشكله، ولكن في الاضاءات الضعيفه مش هيقرا معاك كويس قوي، يعني هيبقى في العادي كده هيقرا معاك عادي، يعني بيكون ليه نسبه اخطاء او بيكون ليه جزئيات لخبطه، ولكن في الاضاءه الضعيفه في الاضاءه العاديه هيشتغل معاك زي الفل، مفيش اي مشكله. هنيجي هنا للتغير الجذري او نقطه تغير كبيره جدا في الجهاز، وهي البطاريه. البطاريه كانت في الجهاز السابق 3400 ملي امبير، مع المعالج الاكسينوس 7884 ما كانتش قويه قوي، انما هنا انت عندك بطاريه 4000 ملي امبير، بطاريه قويه جدا مع معالج بي 22 موفر في الطاقه 12 نانومتر. فالبطاريه هنا هتزيد في الاستخدام حوالي ساعتين عن اخوه اللي قبل كده، يعني البطاريه هنا مع الشاشه الاتش دي بلس مع المعالج المحترم اللي موجود مع بطاريه 4000 هيقعد معاك الجهاز
8 ساعات سكرين اون تايم تقريبا، وهيقعد معاك بتاع 15 ساعه او 14 ساعه ايدل سكرين. فالبطاريه هنا من نقط القوه اللي ما عندكش فيها مشكله في الجهاز. شحن الجهاز، البطاريه بتتشحن في حوالي ساعتين ل 10 دقائق لساعتين، وهتقضي معاك اليوم كامل وهتديك استجابه كامله في طول اليوم. ما عندكش مشكله خالص مع البطاريه، هتشتغل معاك زي الفل. البطاريه هنا نقطه من نقط قوه الجهاز. واخيرا هنتكلم عن رايي انا في الجهاز وهل يستحق الشراء ولا لا. حقيقه رايي في الجهاز كويس جدا، عالج اخطاء كتير قوي من اللي كانت موجوده في الاي 10. يمكن ليا شويه تعليقات على ان هو يعني لو قلنا ايه هو اوحش من ايه في الاي 10 وافضل في ايه. اوحش من الاي 10 في الحافه السفليه بتاعت الجهاز كبيره شويتين. الاي 10 ما كانش بالشكل ده، كان احسن شويه، ولكن هنا شكلا جماليا بطاريه كاميرا معالج هو افضل من الاي 10 العادي. اتعالج كمان الوان الشاشه تحس انها اتعالجت بفضل المعالج. فبصراحه يعني خطوه كويسه ان هم يعالجوا اخطائهم بموديل تاني، ولكن ده عيب برضو ان هو اللي اشترى الاي 10 هيبقى تلاقيه دلوقتي حالته مش لطيفه، يعني هيبقى يعني متضايق. ولكن ده طبيعي جدا مع تغير الموبايلات ومع كتر نزول الموبايلات في السوق ان ده يكون طبيعي. ولكن خليني اقول لك ان برضو لازال الاي 10 متاح في السوق بسعر كام؟ بسعر 1900 جنيه. يعني في فرق 500 جنيه بين الاي 10 اس وبين الاي 10. فخليني اقول لك لو انت مش هيفرق معاك قوي شويه الزيادات اللي كانت موجوده هنا، الاي 10 في فئته السعريه اللي هي 1900 جنيه في المحلات هيديك اداء عبقري جدا وهو كويس قوي مناسب لسعره. بالنسبه للجهاز ده رايي فيه يستحق الشراء وكويس وكل حاجه، ولكن كنت افضل ان هو كان ينزل في حدود ال 2200 جنيه على اقصى تقدير، خصوصا ان زبون الفئه دي بيفرق معاه ال 100 وال 200 جنيه. ولكن اتوقع في المحلات شويه هينزل عن ال 2400 جنيه، يعني بعد اسبوع كده هينزل عن 2400 جنيه، ممكن يوصل يتباع ب 2300 و 2280 و70. ففي الحاله دي هيبقى يستحق الشراء علشان الجهاز هيكون جهاز قوي وامكانياته حلوه، وخصوصا ما ننساش برضو اسم سامسونج. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوك تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات هنا او في الفيسبوك او في الانستجرام اللي هسيب لك لينكاتهم هنا في صندوق الوصف. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه، وكان معاكم محمد النواوي.